يا الله ونقول بسم الله ونيجي وياكم هالمرة ويا فيديو يخص شلون تسجل وتثبت قبولك في الجامعات والمعاهد لطلاب الدور الثالث اللي اليوم طلع قبولهم. تمام، شنو المستمسكات والإجراءات اللي تحتاجها؟ لأنه هواي جامعات اليوم مبلغة طلابهم إنه ترى التسجيل حضوري. فمن تقرا بالتعليقات كاتبين لهم زين انتم مو قلتوا من خلال تطبيق هبك ووزاره التعليم تقول الكتروني؟ قالوا لهم صح اكو الكتروني، لكن اول شيء تسجلون حضوري وبعدين تسوون مال الالكتروني. المال الالكتروني عمود يلغفون منكم 66,000، وهم انا مسوي لكم فيديو كامل عنه وين مثبت فيه اول تعليق. لكن بهذا الفيديو راح اشرح لك شلون تروح تسجل حضوري وشنو تحتاج. باوعني المستمسكات اللي تحتاجوها كالآتي: بطاقة الوطنية الموحدة للطالب، تمام، ومالة أبوك ومالة أمك، تمام. هاي بالحضوري. أما بالإلكتروني لا، يريدون بس البطاقة الوطنية مالتك، تمام. زين، واحد يقول أنا ما عندي بطاقة موحدة، جنسية مالتك وتوكل. زين، بطاقة مال السكن، وضروري جدا استمارة الفحص الطبي. بدون الفحص الطبي ترى ما يقبلوك. زين، هذا الفحص الطبي منين نسويه؟ من اقرب مستشفى او مستوصف عليك، تعنونه الى مثلا كلية او المعهد اللي انت مقبول بيها، تمام. زين، ووثيقة دراسية او تأييد درجات مصدق. زين، هذا منين نجيبه؟ باوعدي اذا انتم طلاب مدارس عاديه يعني مو خارجي، تروح لمدرستك وطبيعي قول لهم اريد تأييد درجات او وثيقه دراسيه. زين، اذا انت طالب خارجي لا، هاي لازم تروح انت للتربيه، ماكو عمل المدرسه ما يصير. واخذ وياك من 6 الى 8 صور شخصيه، تمام، تحتاجهن يريدوهن. الشغلة الثانية ضروري جدا يتابعون حسابي مال اليوتيوب، لانه ان شاء الله الفيديو القادم اعتقد راح يكون عن شلون تدرس بالكلية في الجامعة، لانه الدراسة في الجامعة تختلف كليا عن المدارس، يعني سواء العلمي او الادبي، الاقسام العلمية والادبية جدا جدا تختلف، تمام. اصلا ماكو فرق شاسع. ف فعلونا اشعارات قناة اليوتيوب حتى توصلكم الفيديوهات اول باول. وطريقة التسجيل مال الالكتروني من خلال تطبيق هبك راح تلقوها في اول تعليق، تمام. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وان شاء الله عام دراسي مزدهر لكم ولعوائلكم، ويكون يا ربي سنة خير عليكم.